قبل دخولها لعملية زراعة النخاع العظمي، وبعد ما فشل العلاج الكيماوي معها ل6 جلسات بيجيها اتصال بيقولوا لها بنعتذر، نحن التشخيص تبع مرضك كان خاطئ. حاحكي عن سيدة اسمها سينتيا ماكناي من نيو برونزويك، كانت قد شخصت حالتها انه عندها سرطان في الغدد الليمفاوية. الله يشفي كل الناس ويبعد الامراض عن كل الناس. وخليني بس اخذ لحظة من وقتكم اقول لكم على الصعيد الشخصي، كنت مرقت بنفس التجربة واخذت نفس العلاج الكيماوي، ويكتر خير الله اموري كلها منيحة وصحيت. الغاية من الفيديو بس لأحكي قصة سينتيا، مش لسيء لأطباء بكندا. بالحقيقة بعد ما كانت خضعت ل6 علاجات كيماوية وبعد تتبع فحوصات الدم ما عطى نتيجة إنها تحسنت، بحددوا لها موعد ليعملوا لها زراعة للنخاع العظمي. أول مرة بتأجل الموعد بحددوا لها موعد تاني مرة بتأجل الموعد وبحددوا لها موعد ثالث. بيجيها اتصال من طبيب اسمه لوك تشين من غير مستشفى، هو أخصائي دم، وببلغها عبر التليفون قال لها انا اطلعت على الفحوصات تبعيتك، انت ما عندك اي نوع من انواع السرطان، انت اللي معك نوع التهاب معين اسمه الهس، وهيدا بيتعالج بحبوب. وهيك صار، ووصف لها حبوب وعم تتعالج المرأة وامورها كلها منيحة صارت. هي بالحياة عم تسأل سؤال، قالت لك انا بعد هالعلاج اللي اخذته واللي اثر على نفسيتي واللي حتى على مادياتي، صرت اشتري كثير ادوية لموضوع معالجة السايد افكتس، الاعراض الجانبية تبع العلاج الكيماوي، وانا خسرت خصوبتي واحلامي ان ابني بيت ويصير عندي اولاد ضيعتها. مين بعوض لي هالكلام؟ انا سعيده انه ما طلع عندي سرطان، بس كمان راحت حياتي. بهمني رايكم بالموضوع اذا بتريدوا.